بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل حالة حلوة قوي ان شاء الله، هيعجبكم وهينور رضاكم. زي ما انتم شايفين كده هنعمل اكواب السعادة لاولادنا. اولادنا بيجوا من المدرسة زهقانين، هنعنشهم باكواب السعادة علشان يبدأوا يكملوا اليوم بتاعهم، علشان دروسهم، علشان يومهم بيبقى طويل. اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك، لايك وشير، ونكمل الفيديو للآخر عشان في تكات حلوة أوي إن شاء الله هتعجبكم وتنور رضاكم. هنسمي ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا 3 باكوات من البسكوت السادة، اللي هو البسكوت الكبير اللي هو ب5 جنيه الكبير دوت. أي نوع تفضليه، أي كمية انت عايزة تعمليها براحتك. معايا 3 باكوات من بسكوت السادة اللي هو الكبير، وهضربه في الكب حلو قوي لغايه اما يبقى ناعم قوي، وانزل عليه بمعلقه كاكاو، وانزل عليه بربع كوبايه حليب. ممكن تستبدلي الحليب بزبده، بس عشان ما تبقاش دسمه قوي الحليب حلو قوي هيديلها نعوميه حلوه كده، وهيخليها مفروله كده زي حبه الرمله زي ما انتم شايفين كده. واقلب حلو قوي علشان كله يبقى واحد بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه للبسكوت بتاعي. اديله ضربة كمان وهطلعه. معايا كوباية كريم شانتيه ونص كوباية سكر بودرة، ومعايا كوباية مية ساقعة متلجة. هضرب الكريم شانتيه بتاعي لغاية اما يديني القوام بتاعي الحلو دوت ويعمل معايا منقار زي ما انتوا شايفين كده. عشان الكريم شانتيه بتاعك ما ياخدش منك وقت، هتديله ضربة خفيفة قوي في البداية وتسيبيه زي ما انت شايفة كده. في دقيقة اقل من دقيقة ربط معايا وعمل القوام بتاعه تقل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبقى قوامه حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. يعمل معايا منقار، هيبقى حلو معايا للشغل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا جبنة قريش او جبنة تلاجة او جبنة اللي هي بدون ملح، جبنة كريمي، اللي متوفر عندك ضيفيه. انا حطيت حوالي نص كوباية. ومعايا كيس من النسكافيه اللي هو النسكافيه اللي احنا بنستخدمه اللي هو سريع الذوبان، في معلقتين ميه وقلبتهم حلو قوي. ونزلت على الكريمه بتاعتنا تدينا طعم القهوه او النسكافيه طعم حلو. هنزل بالبسكوت اللي احنا عملناه في البدايه في الكوبايات بتاعتي او في اطباق، او على حسب ما انت عايزه تستخدميه في كاسات او في اي حاجه انت حباها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هضغط عليه حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده علشان يبقى طبقات معايا. وهنزل بالكريمة اللي احنا عملناها، هنزلها في الكوبايات بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهحاول بمعلقة ان انا اسويها، وبمنديل همسحها علشان تديني الطبقات من بره على شكل الكوباية علشان تبقى شكلها حلو، ان هي تبهر اولادك ويخلوهم ياكلوها طعمها بيبقى حلو بجد. دي اكواب السعادة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هساوي كده واضغط الكريمة تنزل علشان تعمل لي طبقة على البسكوت، وانزل بطبقة بسكوت تانية. يا رب الشرح بتاعي يكون وصل لكم او تكونوا فاهمينه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هعمل طبقة تانية بسكوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنزل بيه 3 معالق من البسكوت على كل كوباية او 4 على حسب الكوباية بتاعتك الكبيرة او الطبق، على حسب ما انت عايزة تعملي. ممكن تعمليها في بايركس او اي حاجة انت حابة ان انت تستخدميها. ممكن يعني تستخدميها في قالب بايركس ان هي تطلع قطعة واحدة وتقطعيها عادي بتبقى حلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هضغط على البسكوت بتاعي عشان يعمل لي طبقات، وهنزل بالكريمة بتاعتنا اخر طبقة كريمة. وهننزل بقى بجناش الشوكولاتة او بصوص الشوكولاتة للي حابب زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بطبقة حلوة كده من الكريمة بتاعتنا. ظبطت الكوبايات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده وسويتها وخليتها شكلها حلو. هنزل بجناش الشوكولاتة او بصوص الشوكولاتة زي ما انتوا حابين المتوفر عندكم. بجد طعمها في منتهى الروعة. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الاحسن والاحسن.
معاه عندي فرماسيل او ممكن تستخدمي اي حاجة. باقي معايا بسكوت من اللي احنا عاملينه، هنزل بشوية كده في الكوبايات. وعندي صوص كراميل، الاكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا عندي كيس فضيته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شكلها في منتهى الروعة وطعمها في منتهى الجمال. بألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن. شايفين ما شاء الله على الجمال؟ بجد لو جايلك ضيف هينبهر بيها، وكفاية ان انت تبقي فخورة ان انت عاملاها بايديكي في بيتك، احسن من اللي احنا بنشتريها من بره 1000 مرة. ما كلفتنيش كتير، هشتريها من بره غالية، انا عملتها ببيتي ما كلفتنيش كتير بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ما شاء الله على الجمال. المفروض ان هي تتحط في التلاجة وان انا اطلع منها يعني بالمعلقة. قوامها هيبقى سايح معايا شوية عشان التصوير. انتي تحطيها في التلاجة وتطلعي منها وبألف هنا. وما تنسوناش باللايك الجميل بتاعكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.